السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده عن ايه هي يا دكتور الامراض اللي ممكن تتنقل، او يعني نتعدي بيها مثلا اثناء علاج الاسنان، سواء بالنسبه لدكتور السنان او بالنسبه للمريض. عايزين نعرف ايه الامراض اللي ممكن تتنقل عن طريق ان انا رايح اعمل سناني فتحصل عدوى او كده. هقول لك اول حاجه عندي امراض اللي هي الكبد، التهاب الكبد الوبائي بي والتهاب الكبد الوبائي سي. دول نوعين فيروس بيصيبوا الكبد، بينتقلوا دايما في ايه في في الغالب في علاج الاسنان. طب انت هتخوفنا يا دكتور، طب كذا، طب هنعمل ايه؟ ده دايما على انك انت المفروض لما تروح هناك بتكون يعني حاطط في اعتبارك ان ايه، الدكتور بيعمل اجراءات العدوى كويسه، بيعقم الادوات اللي اشتغلك بيها، بيبقى لابس جلافز كويس وهو مثلا بيشتغل لك كده. بتبقى انت ايه يعني واخد فكره عامه عن الموضوع ده، وبتبقى انت رايح طبعا لدكتور موثوق فيه، معروف ان هو ايه، بيعقم كويس وبيشتغل كويس. عشان الحاجات دي كلها يعني مش متخيل انت ممكن تروح تعمل ضرسك لو في اي مثلا سوء او مثلا سوء عنايه او اهمال باي حاجه في الشغل ده، بتبوظ الموضوع خالص وممكن ايه تجيب لك امراض. بعد كده امراض تانية زي الايدز وزي السل، دي برضو امراض بتتنقل عن طريق اثناء علاج السنان. والامراض دي في منها بينتقل عن طريق الدم، في منها بينتقل عن طريق اللعاب، في منها بينتقل عن طريق الرذاذ بتاع التنفس. فعايز اقول لك ان الكلام ده كله لازم تخلي بالك كويس منه، لان الحاجات دي انت بتستبسطها بس ياما ناس حتى تسالوها تجارب، ناس كتير راحت وتقول لك ايه، حصل لي عندي عدوى. وساعات يعني عايز اقول لك ايه، يعني في الغالب بنسبه كبيره بيكون مثلا في اخطاء عند عيادات السنان مثلا او كلام زي كده، مش من الدكتور، لا بيبقى سوء مثلا بسوء بتاع ده، آه، اهمال. عايز اقول لك سوء رعايه بالمريض، بيكون في اهمال، بيكون في مثلا مفيش تعقيم كويس للحاجات اللي هو بيستخدمها. عشان كده لازم تخلي بالك انك لما تروح تعمل مزاد سنانك والحاجات دي تعملها في مكان يكون كويس. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.